في زاوية معزولة من مراكش تكشفت واحدة من أبشع قصص الاستعباد والاحتجاز، حيث عاش صادم 5 سنوات من العذاب والمعاناة بعيداً عن أعين الناس والعدالة. 5 سنوات من الألم والقهر في تلك الضيعة. لم تكن الحياة سوى سلسلة متواصلة من التعذيب الجسدي والنفسي، حيث تعرض صادام لأبشع أنواع الاستغلال، محروماً من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة. فقد عاش في ظروف غير إنسانية، مسلوب الإرادة، محاصراً بالخوف واليأس. مشاهد تدمي القلب. كل لحظة في تلك السنوات كانت عبارة عن جحيم لا يحتمل. الضرب، الإهانة، الحرمان من الطعام والماء، والاستعباد القسري كانت جزءاً من يومياته القاسية. صرخاته لم تجد من يسمعها، وألمه ظل حبيس جدران الضيعة، حيث كان السجان بلا رحمة والحرية حلماً بعيد المنال. كيف كشف المستور؟ بعد سنوات من العذاب انكشفت الحقيقة أخيراً، عندما تمكن أحد الجيران من ملاحظة تحركات مشبوهة داخل الضيعة. لم يكن الأمر سهلاً، ولكن بفضل جهود بعض النشطاء الحقوقيين تحركت السلطات أخيراً ليتم تحرير صادام من قبضة الجحيم الذي كان محتجزاً فيه. مطالب بتحقيق العدالة اليوم، وبعد سنوات من الظلم يطالب الرأي العام بمحاكمة عادلة لمن تسببوا في هذه الجريمة الشنيعة. لا يكفي تحرير الضحية، بل يجب محاسبة الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الفظائع. نداء لإنهاء العبودية الحديثة. ما حدث لصادم ليس مجرد حادثة فردية، بل هو جزء من ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلاً جاداً من الجهات المختصة والمجتمع المدني لوضع حد للاستغلال والعبودية الحديثة، وضمان أن لا يضيع حق أي ضحية أخرى في الظلام.